قصتنا النهاردة من أبشع وأغرب الجرائم اللي ممكن تتخيلها. حصلت في ديسمبر سنة 1968. ضحيتها بنت اسمها باربرا ماكل، كانت في 20 من عمرها، طالبة جامعية بتنتمي لعائلة ثرية، ابنة رجل أعمال مليونير اسمه روبرت ماكل. كان بيملك مجموعة ماكل براذرز العقارية، واحد من أغنياء الولايات المتحدة في الوقت ده. كانت باربرا مريضة، قعدت في فندق مع والدتها لغاية ما تتعافى. جم شخصين لغاية باب الفندق، تظاهروا بأنهم من الشرطة. الاتنين واحد اسمه ستيفن كريست وشريكته اسمها روز إيزابيل. خطفوا باربرا تحت تهديد السلاح وأخدوها لموقع مجهول، حطوها في صندوق خشبي قوي ودفنوه تحت الأرض في منطقة الغابات. الصندوق ده كان مزود بأنبوب تهوئة علشان تقدر تتنفس، وحطوا لها مية وأكل وشريط مهدئ ودلو علشان تعمل فيه حمام. كان الصندوق كمان مزود بأضواء وأجهزة تسمح ليها بالتنفس والكتابة، ودفنوها في الغابات. لما فاقت أول حاجة شافتها كانت ورقة متعلقة فوق راسها مكتوب فيها ما تخافيش انت بأمان. وكمان لقيت ورقة مكتوب فيها تعليمات ازاي تتعامل مع الصندوق، ازاي تفتح التهوئة اللي شغالة ببطارية، وازاي تستخدم النور الصغير اللي فيها. كمان تحذير مرعب، لو حاولت تهربي أو تعملي دوشة هنحقنك بمادة تخليكي يغمى عليكي مرة تانية. باربرا فضلت مدفونة تحت الأرض 3 أيام ونص تقريبا. كريست طلب فدية 500,000 دولار مقابل إطلاق سراحها. استمرت المفاوضات أيام وسط حالة استنفار من الشرطة والإعلام. فضلت باربرا مدفونة 83 ساعة كاملة وهي وحدها، مش عارفة حد هينقذها ولا لأ، مش عارفة والدها دفع الفدية ولا لأ، ولا حتى لو هتشوف يوم جديد أصلا. بس والدها دفع الفدية فعلا، 500,000. بدأوا التحقيقات، ومع البحث المكثف قدروا يوصلوا للمجرم، شاب معروف إن هو ذكي جدا، بس في الحقيقة كان مختل عقليا. أول جرائمه كان مجموعة من السرقات وهو في سن 14. المفاجأة إن ستيفن كريست نفسه هو اللي بلغ الشرطة وقال لهم على مكان الصندوق المدفون. ولما رجال الشرطة وصلوا وفتحوا الصندوق وساعدوا باربرا إن هي تطلع، قالت لهم وهي مرعوبة بس كانت فرحانة: انتوا أجمل رجالة شفتهم في حياتي. أصبحت قصتها حديث الصحف، وتعاملت باربرا مع المأساة بشجاعة جدا. ما خرجتش كتير بعد الحادث ولا عاشت دور الضحية، لكن كتبت تجربتها في كتاب اسمه 83 ساعة حتى الفجر. كانت بتحكي فيه تفاصيل معاناتها بما فيهم اللحظات النفسية الصعبة داخل الصندوق المدفون. فيما بعد تزوجت باربرا من صديقها اللي كان صديقها في الوقت ده وقت الاختطاف. اختفت تدريجيا عن الأضواء وفضلت حياتها بعيدة عن الإعلام. عملت مشاريع خيرية كتير جدا، لكن دايما رفضت إن هي تتكلم عن الحادث ده بطريقة علنية. اتحولت القصة إلى أفلام وثائقية ودرامية. أما ستيفن كريست اتقبض عليه وهو بيحاول الهرب إلى تكساس. اتحكم عليه بالسجن، قعد في السجن 10 سنوات في سجن في ولاية جورجيا. تم الإفراج عنه في 10 مايو 1979. بعد كده اتنقل واتمنع من العودة إلى الولاية واستقر في ألاسكا. طلع وقال إن هو بقى شخص كويس ودرس وأخد درجتين جامعيتين كمان، وبدأ يعمل نشاط اقتصادي
خاص بيه هو في ألاسكا. مش بس كده، كتب مذكراته نشرت لأول مرة عام 1972. كان بيحكي في مذكراته عن الأحداث من وجهة نظره هو، وبتتضمن رؤى معقدة ومتناقضة عن نفسه وعن جريمته. في 2006 تم اعتقاله مرة تانية بتهمة الاتجار في الكوكايين ونقل مهاجرين بصورة غير شرعية، وده يشير إلى أن حياته بعد خروجه من السجن ما كانتش خالية من الجرائم. وفي النهاية قصتنا مزيج غريب بين الرعب والتخطيط، الإنسانية والقوة. إزاي بربرا بعد كل اللي حصل تفضل عايشة رغم إنها كانت محبوسة لوحدها تحت الأرض 83 ساعة، وإزاي الأمل ممكن يفضل منور حتى في عز الضلمة. وبكده تكون خلصت حكايتنا. ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل حكايتنا اللي جاية. سلام.